المتحرش ده قبل ما يبقى مجرم هو اصلا كان ضحيه. دي حقيقه يعني. وانا بخاف على اولادي من التحرش، انا برضو بخاف انه يطلع متحرش. مصيبه ان انا خايف عليه يتم التحرش بيه، فتفاجئ انه متحرش. في متحرش كان طفل بيتعذب، ولما ما حدش انقذه كبر وبدا يأذي غيره. الحقيقة بقى ان احنا محتاجين نوقف مصانع انتاج المتحرشين الجدد، يعني نجفف منابع انتاج المتحرشين. يا جماعة لو الاسرة اهتمت وركزت وخدنا بالنا من كل فعل بنعمله مع اولادنا معناه ايه في المستقبل وهيترجم في ايه في الكبر، يعني هيفرق قوي قوي في اللي احنا بنعاني منه في المجتمع. اي متحرش يا جماعه هتلاقوا في الملف بتاعه تفكك اسري، انعدام احتواء، ضرب وساديه، خزي جنسي مبكر، جهل، حرمان، اضطهاد مشاعر. متخيلين الكوكتيل؟ هو اتأذى لدرجة ان ما بقاش يصعب عليه حد، اتأذى لدرجة ان انا مش هبقى لوحدي بقى، يلا بينا. فتبدأ تتحول الإساءات الى سلوك جنسي مشوه.